السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا العبادي مصطفى من مدينة تاهله، صاحب تجربة رواية طريق الجحيم. سأحكيها لكم شخصيا، فتابعوا معنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتدعيمنا، جزاكم الله خيرا. إذن أبدأ على بركة الله. أنا واحد شاب مغربي من مدينة تاهله. هذه المدينة هذه تقع ما بين مدينة فاس وما بين مدينة تازة. هي مدينة صغيرة، حتى شي واحد ما كيعرفها، حتى في المغرب عندنا ما كيعرفوهاش. ملي كنت خدام في العيون ولا في جديدة كنسول، ملي كيسولوني منين انت كنقول لهم مدينة تالا، كيقول لك ما عرفتش المدينة فين كتقع. يعني دائما مسكينة كنفيوها، كنقول لهم انا ملتزة، دائما هكذا. هذه المدينة واخا صغيرة في الحجم ديالها، إلا أنها كبيرة بما تنجبه من أدباء. من هذه المدينة واخا صغيرة هي كبيرة، كتنجب وكتعطي للمغرب ناس كبار في جميع المجالات، مفكرين وأدباء، وفي المجال العسكري يعني فيها أدمغة يعني كثيرة في هذه المدينة هذه. المهم أنا واحد الشاب مغربي بحالي بحال باقي المغاربة، كل واحد كيحلم، يعني أي شاب كيحلم يبني واحد الأسرة ديالو ويرد لوالديه بالدرجة الأولى. يعني ترد لوالديك داكشي اللي عطاوك، وخاصة حنا الفقراء، يعني من الأسر فقيرة، المساكن الوالدين ديالنا تعذبوا، كتقول نشدوا واحد الوظيفة، وغالبا هاد الوظيفة يعني التعليم هي اللي كيطرقه، وهي اللي كيمشيو لها الأغلبية ديال الناس الفقراء. كتقول نشد واحد الوظيفة اللي غادي نرد فيها شي شوية لوالديا. المهم انني تولدت قبل ما نوصلوا بعدا الاجازه وكذا. انا تولدت في مدينه تاهله، حصلت خديت البكالوريا ديالي في 2005 هنا في مدينه تاهله. ملي ديت البكالوريا كان الحلم ديالي الاول انني العسكر، نمشي للعسكر سارجان يعني سوزوفيسي. بقيت كندفع والو ما كاينش 3 سنين، 2005 و2006 و2007 وانا كندفع والو. كان دوز، كنجي انا الاول في الرياضه، ما كنت يعني الحمد لله كنت مزيان في الرياضه دائما، كره وهذه كنت انا الاول. طبيب هو هذاك، كلشي هو هذاك، ولكن ما كنتقبلش، الله اعلم. المهم صافي ملي اش غادي ندير، تلاقيت واحد الشاب هنايا هو من العائله ديالنا، كان شحال ديما بان من العائله ديالنا. قال لي شنو كدير نتايا؟ ديك الساعه كانت 2007 وانا غير جالس كنخدم يعني هكا في البني، في السباقه، في اي مجال. قال لي شنو كدير؟ قال لي واش كتبع قريت؟ قلت له لا، انا ديت البكالوريا في 2005 وانا غير جالس كنخدم في البني وفاش ما كان. قال لي لا صاحبي، سير بعدا قرا، كمل الاجازه، راه اللي عنده الاجازه ماشي هو اللي عنده البكالوريا. قلت له واخا، هذه فكره مزيانه. قال لي شوف الماده اللي كتعجبك وسير توكل على الله. صافي قلت له عندي مع التربيه الاسلاميه والعربيه والاجتماعيات كيعجبوني. صافي قال لي وسير اختار واحد الماده اللي عجبك، اللي عجباتك، وتوكل على الله، ما تبقاش غير جالس. صافي ديت بالراي ديالو، الله يجازيه بخير، ومشيت لفاس في الموسم الدراسي ديال 2008. مشيت ديك الساعتين لمدينه فاس، المدينه العلميه، وتسجلت في كليه الاداب جامعه سيدي محمد بن عبد الله دار المهرز، في شعبه الدراسات الاسلاميه. صافي ديك الساعتين ما بقيت كنقرا، ولكن ما كنتش كنحضر على حسب الظروف الماديه كما كنرجعوا لها دائما. كان الاخ ديالي مسكين جمال الله يجازيه بخير، كيخليني كيعطيني واحد القدر كل شهر صراحه، هو باش كنخلص الكرا، ولكن ما كيقدش داكشي. يلا عاوتاني خصك باش تشري الفطار، كتوبه، الملابس الى غير ذلك، راكم عارفين. المهم دائما كنمشي كنمشي غالبا كنمشي غير كندوز الامتحانات وكنجي، ما كنتش كنحضر كاع. يلا تخيلوا انني في الموسم الدراسي الاول حضرت واقيلا محاضره واحده، عاود الموسم الدراسي الثاني واقيلا 2 محاضرات. يعني ما كنتش كنحضر كاع، قليل كنمشي غير كندوز، كنجيب البوليكوبات وكنجي وكنحفظ هنايا في المدينه تاعها، وكنخدم في البني وفي الصباغه، في اي حاجه كنت كنخدم، جميع المهن الا وخدمت فيها. المهم مرت الايام والسنين، حصلت على اجازه في الدراسات الاسلاميه كما قلت 2011. صافي قلت ربما صافي الحلم ديالي سيتحقق ان شاء الله، غادي نشدو واحد الوظيفه اللي غادي نردو فيها شي شويه لوالدينا، واللي غادي نستقروا فيها ونبنيو الاسره ديالنا. ساعه والو مع الاسف.
عييت ما ندفع الكونكور ديال التعليم، ما خليت، دوزت البوليس، دوزت الجندارم، التعليم غير كيخرج عاوتاني كندوزو، دوزت اداره السجون، اي شيء، حتى حاجه، حتى خدمه، والو. بقيت هكا، بقيت كنخدم في البني وفي الصباغه وهادي. مشيت لمدينه العيون، خدمت في واحد الشركه ديال تصبير السمك، ولكن خدمه على قد الحال عاوتاني. يعني خصك ضروري، خص يكون الحوت، راه الناس اللي خدموا غيكونوا عارفين. الا ما كانش الحوت راك جالس والكرا طالع، راك عارفين. يعني شنو غدير في مدينه العيون على والو، على ب 500 درهم في الشهر مثلا؟ راه ما راه لا يمكن. درت تما 6 شهور وجيت ورجعت عاوتاني. مشيت لمدينه اسفي الجديده، واسفي كتسماش هذيك لوتوروت، خدمت فيها عاوتاني. جيت مشيت لمدينه فاس، خدمت في واحد الشركه ديال اللبني. جيت ومشيت لجراده باش نخدم في واحد الشركه، والو. مشيت لطنجه، دفعت 50 CV تما، والو، حتى شي واحد ما عيط لي. بقيت هكاك. في التالي صافي بقيت مدينه التالي كنخدم في البني مع واحد المعلم وفي لا موزيك. المهم شاءت الاقدار انني نتلاقى واحد السيد صاحبي. هاد الدري صاحبي كنعرفو يعني من زمان، من شحال هادي، ولكن هو غبر ديك الفتره ما عرف فين كان، ما عقلش. المهم فين كان داك الساعتين كيخدم. المهم كيخدم في اي مجال حتى هو. المهم جا تلاقينا في القهوه، اهلا السلام عليكم بخير. بقينا كنتجمعوا انا وياه، شنو كدير، شنو كندير، بقينا كنتجمعوا. قال لي اودي انا السيمانه الجايه غادي نمشي غادي نحرق جهه السريه، غادي نمشي لفرنسا. راه تما واحد الاخ ديالي فرنساوي هادي، وانا كنعرف هو يعني. قال لي وانا كنعرف الحراق اللي غادي يحرق، يعني يكون هاني نتايا، ماشي شغلك انت جيب غير فلوس. قال لي واش نمشي معاك؟ قلت والله حتى نمشي صافي، لكن انت ما عندي ما ندير هنايا صافي. وان كانت الفكره سبحان الله ديال الهجره ما كانتش عندي نهائيا، ولكن سبحان الله العظيم، سبحان مبدل الاحوال، وسبحان مقلب القلوب. والانسان هو هذا دائما كيبحث، والرزق هو هذا. الانسان كيبحث على رزقه. يقدر ما يكونش رزقك هنا، يقدر يكون في المغرب، يقدر يكون في الجزائر، يقدر يكون في تونس، يقدر يكون في اي بلاد، الله اعلم. المهم صافي فكرت انا، حتى فكرت مزيان، قلت والله حتى نمشي صافي، ما بقى ما يدير هنا. انت كتشوف طق جميع الابواب، عييت ما نقلب والو. المهم قلت له شحال؟ قال لي 2.5 مليون كافيه. صافي مشيت للدار وانا كنخمم كيفاش، منين غادي نجيب هذا المبلغ من المال. اتصلت بواحد الاخ ديالي محمد، الله يجزيه بخير، هو خدام في العسكر. قلت له اخي محمد انا غادي نمشي لاوروبا هادي، تعطينا 1 المليون، الله يجزيك بخير. قال لي صافي واخا ماشي مشكل. عطاني داك المليون صافطولي. مشيت عند الوالد ديالي كانت الحانوت واخبرته، قلت له انا غادي نقول لك واحد الخبر، وتصنت لي الله يجزيك بخير. المهم قال لي شنو تما؟ قلت له انا غادي ان شاء الله راه السيمانه الجايه غادي نمشي لاوروبا. قال لي لا، راك عارف الهجره وهذه وطريق الموت وطريق الجحيم، وتقدر تموت تقدر. قلت له انا صافي انت كتشوف فيك، ما خليت ما دفعت جميع المجالات، صافي انا غادي نمشي. المهم بقيت كنهضر معاه، ما بغاش. شويه كيجي واحد عمي قالنا علاش كتهضروا؟ قلت له ودي شنو؟ قال له علاش ما تخليش يمشي؟ خليه، مصطفى راه كيخدم وهادي، خليه يمشي، مالوش غيدير هنا وانت كتشوفوا عيا ما يدفع والو، شنو غيبقى كيدير هنايا؟ غير ضايع هنا في هذا المغرب. صافي هي ديك. المهم قنعوا، كيعطيني 1.5 مليون، هي 2.5. كنتصل بهشام وخبرته وفرح، قال لي صافي مزيان. المهم تلاقينا بالعشيه في القهوه، بقينا كنتجمعوا هادي وكنرتبوا الترتيبات. الا غدا الصباح تلاقينا انا وياه ومشينا لواحد الوكاله هنايا ديال تحويل الاموال، وحولنا الاموال، الفلوس يعني، الدولار الامريكي والاورو. وبقات لنا واحد 40,000 ريال بحال هكا، 2000 درهم مغربيه. خلينا حتى حولناها في الجزائر بالدينار الجزائري. المهم صافي اتفقنا، بغينا داك النهار هكا. داك المهم رجعنا تغدينا العشيه، تلاقينا عاوتاني في القهوه باش دايرين مع 12 الليل غادي نتحركوا. صافي بقينا كنرتبوا اخر الترتيبات، فهمنا، صلينا العشاء، مشى هو للدار وانا مشيت للدار. قلتها للوالده ديالي، بقات كتبكي، قالت لا علاش تمشي؟ علاش بغيتي تمشي؟ غادي تموت وهادي، حشومه عليك، جلس. قلت لها امي الله يجازيك بخير، الا كتبغي لي الخير انت كتشوفي، انا عييت ما نقلب والو، واش انا ضايع هنايا، اش ندير هنا؟ قلت لها غير داير معايا، الله يجازيك بخير امي. صافي بقيت حتى قنعتها. المهم بقات كتبكي مسكينه. مشي صافي ديك الساعتين هزيت الصاك ديالي، اتصلت بهشام كيجي عندي، جمعنا الصاك، جمعنا كلشي، اخر الترتيبات مع 12 الليل كتبدا الانطلاقه. اذا هاد الانطلاقه منين انطلقنا ومنين دزنا وكيفاش غادي نمشيو تعرفوا عليها في الجزء الثاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.